واش سمعتي شي نهار بحالات الجنون المفاجئ بمدينة فاس؟ واش كتعرف شنو هي هاد الحالات وشنو هي اسبابها؟ واش بغيتو تعرفوا اكثر على هاد الامر المثير للدهشة والغموض؟ وبطبيعة الحال بغيتو تعرفوا، وهادشي علاش نهضروا في هاد الفيديو على حالات الجنون المفاجئ بمدينة فاس. كلينا نقولوا ان مدينة فاس كتعرف نوع في شكل ديال الاضطرابات النفسية وصلت بعض هاد الحالات لواحد النيفو غريب وكيخلع. في هاد الحلقة نقربوا اكثر من حالات الجنون المفاجئ بمدينة فاس ونعرفوا الاسباب اللي كتأدي لهاد الحالات، وندخلوا لهاد العالم ونعرفوا العوامل الاجتماعيه والنفسيه اللي كتخلي بنادم يفقد السيطره، ونكتشفوا كاملين شنو اللي كيخلي فاس مدينه معروفه بهاد الاضطرابات النفسيه. وكما كيقولوا الناس فاس ان بنادم كيكون صحه سلام حتى كيطير له الفريخ، وعفوا عن العباره ولكن هكا كيقولوا فاس. كيعانيوا سكان مدينه فاس بشكل ماشي عادي من كثره المجانين في الشوارع، وهادشي كيضر في الخاطر بالنسبه لاهل فاس وحتى الناس اللي جايين يزوروا فاس. ولكن شنو الاسباب اللي كتأدي لهاد الواقع الكحل؟ واحد اهم الاسباب الرئيسيه هو ارتفاع معدلات البطاله في فاس، بحيث كيصعب على بزاف ديال الناس الحصول على فرص ديال الخدمه مزيانه ومناسبه وكتضمن العيش الكريم. وهذا الشيء كيؤدي لتراجع مستويات الدخل والفقر، وبالتالي زياده في معدلات الادمان والامراض النفسيه والعقليه. وكتعتبر الظروف المعيشيه السيئه والفقر حتى هي من احد الاسباب الرئيسيه لارتفاع مستويات المجانين في مدينه فاس. وكتلقى بزاف ديال الناس كيصعب عليهم يوفروا ابسط متطلبات الحياة اليومية، وهذا الشيء كيؤدي بشكل مباشر في تدهور حالة الصحة النفسية. وبالإضافة لهذا الشيء كامل كيواجهوا هاد المجانين حتى هما صعوبات بزاف في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، وكينتج على هذا الشيء تفاقم الأوضاع ديالهم الصحية والنفسية. وأما بالنسبة للحد أو غير التقليل من هاد الظاهرة، خاص تحسين خدمات الرعاية النفسية والعلاجية في المدينة، وخاص يتوفر دعم مجتمعي لهاد الناس اللي مرضين هاد الأمراض النفسية وما يتهمشوش، وخاص تشجيع الأنشطة ديال الرياضة اللي كتساعد على تقليل مستويات الاجهاد والتوتر النفسي. والاهم من هذا الشيء كامل هو تحسين ظروف العيش وخلق فرص ديال الخدمه في مدينه فاس. وفي النهايه خاصنا نعرفوا كاملين ان الجنون المفاجئ يمكن له يكون نتيجه ديال بزاف ديال العوامل المختلفه، سواء كانت بيئيه ولا نفسيه ولا حتى اجتماعيه. وداكشي علاش مشكله الجنون المفاجئ بمدينه فاس خاصو وعي مشترك وجهود من الحكومه والمجتمع المحلي، تحسين الرعايه النفسيه وتقديم الدعم الاجتماعي وتحسين سبل العيش وخلق فرص العمل. ما كيعاونش غير في الحد من الجنون المفاجئ، بل يعمل على الارتقاء بصحة وعافية المجتمع كامل. وهنا نكونوا وصلنا للنهاية ديال الفيديو. قولوا لنا آراءكم وشاركوا هذه الحلقة مع من تحبون، والسلام عليكم.